مع المغرب في قضية الصحراء الغربية ما تقوم به وضد ما تقوم به جبهة البوليساريو، وضد ما قالوا أنها سياسة الجزائر التي تستهدف المغرب. ويعاني سكان في منطقة الصحراء الغربية من النزاع الحاصل بين القوات البوليساريو والقوات المسلحة المغربية. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي الصحفي في i24 نيوز عمر ربيع. مرحبا بك عمر. إذن مظاهرة في مدينة أشدود جنوب إسرائيل لليهود المغاربة تضامنا مع المغرب، هل برأيك ما دفع هؤلاء المغاربة للتظاهر؟ هل برأيك هو حبا للمغرب أم رفضا للجزائر؟ حسب رأيي الاثنين معا. اليهود المغاربة أولا، للذي لا يعلم، اليهود المغاربة يبلغ من أصول مغربية، يعني اليهود من المغرب الذين هاجروا إلى إسرائيل. نعم. هم ثاني الطوائف اليهودية في إسرائيل من حيث عدد السكان، يبلغ عددهم نحو 1,000,000 شخص. طبعا أنا قلت ثاني طائفة يهودية في إسرائيل بعد اليهود الروس، وعليه فإن اليهود المغاربة هم طائفة قوية ولديهم العديد من الشخصيات البارزة في إسرائيل. نذكر منهم على وجه السرعة مئير بن شبات مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأيضا القائد السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي جادي أيزنكوت. إذن الحديث يدور عن طائفة عريقة، ولكنها إلى جانب يعني ولائها المطلق لإسرائيل إلا أنها تحتفظ بولاء ثاني، يعني لديهم ازدواجية في الولاء لإسرائيل وأيضا إلى المغرب. هم يعتبرون نفسهم يعني امتدادا للحضارة المغربية، امتدادا للثقافة والتراث المغربي، وحتى اليوم يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم المغربية في الطعام والموسيقى وإلى ذلك. وهذه المظاهرة لورين التي يعني أقيمت في أشدود، وهي مدينة تعتبر المغرب المصغرة في إسرائيل على وجه المثال، وهم يعبرون بشكل أسمى بحسب رأيي عن مغربيتهم المطلقة الأصيلة، وهم يعتبرون نفسهم كما قلت جزءا من هذه الحضارة، وبالتالي فإنهم يقفون مع المغرب في أحلك الظروف بحسب قولهم، وهم يرفضون يعني كل عدوان على بلدهم الأم. سألتني إذا كان ذلك حبا للمغرب أو يعني كراهية أو مناهضة للجزائر. أنا حسب رأيي أيضا هم بشكل كبير منهم ينتمي إلى اليمين الإسرائيلي، ذلك اليمين المتشدد إزاء يعني سياسيا إزاء الفلسطينيين، وبالتالي فإنهم يعني موقفهم متشدد إزاء الفلسطينيين الذين يعتبرون حليفا وثيقا للجزائر. وبالتالي فإن اليهود المغاربة في إسرائيل أيضا يناهضون الدور الجزائري في المغرب، وأيضا يدافعون عن أصالتهم المغربية لعشرات السنوات. وأنا أعرف شخصيا الكثير من المغاربة الذين حتى اليوم يعني يستمرون بالتواصل مع المغرب. نعم، نعلم أن يقومون هناك العديد من الزيارات لليهود المغاربة إلى المغرب رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الجانبين. صحيح، وأكثر من ذلك هناك الكثير يعني الزيارات التي يقوم بها المغاربة في إسرائيل إلى المغرب، يعني بشكل كبير منها يعني يكون للبلدات التي هجر منها اليهود. هناك الكثير من اليهود المغاربة في إسرائيل الذين يسافرون إلى المغرب بحثا عن جذورهم كما يقولون هناك في المغرب. وكما قلت واستكمالا للنقطة التي انتهيت منها، المغاربة في إسرائيل لديهم شخصين مقدسان، يعني زعيمان يعتبرونهم يعني يعني يناصرونهم ويؤيدونهم بشكل كبير. الأول هو بنيامين نتنياهو، والثاني هو الملك أو العاهل المغربي محمد السادس. ولدى المغاربة الإسرائيليين يعني علاقة غير طبيعية مع البلاط المغربي، مع القصر المغربي. هم يقدسون كما قلت الملك المغربي محمد السادس،
وهذا يعتبر أيضا جسرا ل يعني العلاقات بين إسرائيل والمغرب التي بشكل عام يعني تقام بالسر وليس في العلانية على الملأ. وكما قلت لورين في السؤال، يعني المغرب وإسرائيل لا تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية كاملة، ولكن هناك علاقات يعني في الخفاء، وأيضا علاقات من تحت الطاولة. وهناك أيضا العديد من المغاربة يأتون إلى إسرائيل في زيارات، وبالعكس هناك إسرائيليون مغاربة يعني يسافرون إلى المغرب. ونحن في هذا يعني المغرب كانت إحدى الدول التي رشحت للانضمام إلى قطار التطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين، وهذا لم يأتي من عدم. التقارير التي تشير إلى وجود علاقات مع المغرب هي تقارير بالفعل هي صادقة. نعم، الزميل الصحفي في i24 نيوز عمر ربيع، شكرا جزيلا لك على جميع هذه المعلومات.